المستشار محمد صالح حنفي رئيس حزب القيادات المصرية تحت التأسيس، من أبرز الشخصيات الإعلامية في مصر، ولكن يعمل في صمت بعيدا عن الشهرة والأضواء. باختصار شديد، فهو الجند المجهول وراء العديد من المواقع الإخبارية والمؤسسات التعليمية. فقد حقق العديد من الإنجازات المهمة في تطوير الشبكة الإعلامية وتحسين جودة البث وتغطية الأحداث بطريقة احترافية من خلال عمله كرئيس لشبكة أخبار مصر الآن، وأيضا من خلال عمله كمستشارا إعلاميا للعديد من المؤسسات والنقابات والمنظمات الدولية. فهو يشرف على العديد من المواقع الإخبارية ويقوم بتقديم دورات تدريبية وكورسات بالصحافة والإعلام من خلال عمله كمحاضر أكاديمي لمادة الصحافة والإعلام. بدأ رحلته بالمناصب القيادية الهامة كمستشارا لشؤون الإعلام للحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية عام 2018، وكان أحد مؤسسي قائمة تحيا مصر. باختصار شديد، فهو شخصية فريدة من نوعها، يحمل أخلاق الفرسان، وقائد من الطراز النادر الفريد، ويعتمد عليه فالكثير من الأمور الهامة. فهو متعدد المهام، ويعمل بجانب مهمته الإعلامية كقاضي عرفي ومحكم قضائي بالمجالس والمحاكم العرفية لفض وحل المنازعات والقضايا الثأرية وإنهاء الخصومة. يقوم المستشار محمد صالح حنفي بتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني والتوعية بأهمية حرية الصحافة والإعلام. يعتبر المستشار محمد صالح حنفي من المهتمين بالعمل الإنساني، ويسعى دائما لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري، ويشارك في العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية. ولم يكتف بذلك، بل قام بإطلاق العديد من المبادرات لحل أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، معبرا خلالها عن حلول لأهم وأبرز المشاكل الاجتماعية، وهي مبادرات تطوعية تثقيفية مثل مبادرة معا للتغيير، ومبادرة مصر بلا سرطان، ومبادرة لست الدنيا بخير. قاد المستشار محمد صالح حنفي تطوير الشبكة الإعلامية لأخبار مصر الآن، وجعلها من أهم الوسائل الإعلامية في مصر. يشار إلى المستشار محمد صالح حنفي باعتباره مفكرا ومحلل سياسيا، حيث قدم الكثير من آرائه السياسية حول العديد لأهم القضايا، وقدم حلولا لأهم المشاكل السياسية حول الأحداث الجارية عبر السوشيال ميديا. المؤهلات العلمية: حاصل على بكالوريوس علوم إدارية قسم إدارة الأعمال بجامعة القاهرة. حاصل على دبلومة إعداد القادة ضمن المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاصل على دبلومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية. حاصل على درجة الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير بالإعلام الحديث المعاصر من أكاديمية البطران للعلوم الإدارية. حاصل على الدكتوراه الفخرية بالإعلام باعتماد الأمم المتحدة من أكاديمية نيال للعلوم الحديثة والبحث العلمي. المناصب الحالية: يشغل منصب رئيس شبكة أخبار مصر الآن، ورئيس إذاعة راديو مصر الآن، ورئيس مؤسسة مصر الآن للخدمات الإعلامية المتكاملة، رئيس الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي بمصر، رئيس ائتلاف قادة المستقبل قائمة مستقبل مصر. كيانات تحت التأسيس: يعمل المستشار محمد صالح حنفي على إنشاء وتأسيس حزب القيادات المصرية تحت التأسيس، وأيضا وفي نفس السياق يعمل على إنشاء اتحاد إعلاميين مصر. مناصب سابقا: مستشار شؤون الإعلام الأسبق للحملة الرئاسية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية عام 2018. صاحب فكرة إنشاء أول اتحاد بجمهورية مصر العربية لمكافحة التطرف والإرهاب. رئيس ومؤسس الاتحاد المصري الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب. منسق عام لجنة الإعلام على مستوى الجمهورية بالنقابة العامة للعاملين بقطاعات الثقافة.
تم تكريم المستشار محمد صالح حنفي بالعديد من المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية، وتم اختياره كأفضل شخصية مؤثرة بالعمل العام والخدمي لأكثر من 5 أعوام على التوالي. وما زال المستشار محمد صالح حنفي الملقب بعاشق تراب مصر حدوتة مصرية لها الكثير من العطاء.